اللهم صل على النبي. اسهل طريقة للفطير المشلتت النهاردة، مفيش اسرار، في معلومات ونصايح تسوى مليون جنيه. تعالى اقولك ازاي تبقي خبرة في الفطير ويبقى مورق وطري زي الزبدة بدون ما ينشف منك ولا يأستك معاكي واستحالة يشد او يجلد. الله اكبر على جمال السمنة بالقشطة اللي هتخلي فطيرك طري زي الزبدة ومورق زي الجلاش، واستحالة تغيري الطريقة دي او المادة الدهنية نفسها. اوعي يفوتك الفيديو، اسمعيه كويس جدا علشان النصايح والمعلومات اللي فيها كنز. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتعملوا شير على قد ما تقدروا علشان الكل يستفيد. وتعالي نبدأ معاكي بالفرد على طول علشان ما اطولش عليك الفيديو. اول حاجة بنفرد على زيت، ويكون العجينة بتاعتنا مريحة كويس جدا. وعجينتنا عبارة عن كيلو دقيق، رشة ملح، 3 معالق كبار من السكر، 3 كوبايات من المية، ممكن يزيد وممكن يقل، وده على حسب نوعية الدقيق. وفي دقيق بيقبل مية وده حلو قوي، وفي دقيق ما بيقبلش مية وده لازم يكون العجينة بتاعته قاسية شوية علشان ما تقطعش منك ولا تسيح منك وانت بتفرديها. وتعجني عجينتك كويس جدا في الفطير المشلتت علشان لما تيجي تفرديها ما تقطعش منك، ده اللي بيخلي الفطير يقطع منك في بداية الفرد علشان ما عجنتهاش كويس جدا. واهم حاجة تريحي العجينة بعد العجن بنص ساعة علشان تتفرد معاكي بكل سهولة وتبقى لينه معاكي كده في الفرد. ليه انا بقولك ريحاها نص ساعه؟ علشان احنا في الصيف، لو في الشتاء ريحاها لمده ساعه، وده بيرجع على حسب نوعيه الدقيق. لو عرقه قوي يبقى تريحيه نص ساعه في الصيف وتريحيه ساعه في الشتاء. والاحسن والافضل لو انت بتعملي مشروع يبقى تعمليه بدقيق عرقه قوي، علشان لما بتعملي كميات والعجينه مريحه معاكي، على ما بتيجي تعملي الكميه اللي فاضله بتكون العجينه ريحت معاكي على الاخر، فهنا في الوقت ده بتكون ماسكه نفسها شويه. لو وصلتي معايا لحد هنا صلى على رسول الله ودعم الفيديو. تعالوا بقى نتكلم شويه على الفرد. شايفين العجينه؟ الله اكبر، بتتكلم عن نفسها، بسم الله ما شاء الله. خدمناها في العجن وخدمناها كمان في التريح وخدمناها في كل حاجه، وهنا استحاله تشد معاكي في الفرد او تجلد معاكي في الاكل. ودي اسهل طريقه تعملي بيها الفطير، تعمليها فطيره واحده احسن من الكور الصغيره من ناحيه الوقت والمجهود. بعد ما فردت الفطيره على الاخر زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم ارق من الجلاش زي ما انتم شايفين ايدي فيها كده. تعالوا بقى للماده الدهنيه. عندي هنا سمنه على قشطه، عايزه تعملي بسمنه بلدي اعملي، عايزه تعملي بسمنه من التانيه اعملي زي ما تحبي، بس ما ينفعش ان انا افرد على زيت واعمل بسمنه بس، لازم احط فيها زبده يا اما قشطه، لان القشطه بتبقى داخلها ماده سايله والزبده برضو بتبقى داخلها ماده سايله، فبتخلي الفطيره معايا طريه والسمنه بتخليها مورقه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بلم الفطيره بتاعتي بقى ايه؟ على شكل تربيعه. كل ما ارفع الفطيره بدهن ماده دهنيه، ما ينفعش ان انا الم الفطيره كلها من غير ما ادهن الطبقات بتاعتها ماده دهنيه. ليه؟ علشان الطبقات والتورقات تبان معايا. طيب في حد دلوقتي هيقول لي انا عايز اعمل الفطير يا شيماء بالزبده الصفراء. هقول لك اعمليه بيبقى حلو قوي، بس لازم تدخلي معاه حبه زيت، يعني حبة زيت صغيرين، يعني زي مثلا لو هتعملي كمية كبيرة تعملي كوباية، تعملي كمية قليلة انت وعلى حسب تعملي ايه، نص كوباية. بتخلي الفطيرة مورقة معاكي وفي نفس الوقت طرية. تمام. طيب في واحدة تانية تقول لي ايه، طب انا عايزة اعمله بالقشطة. اقول لك اعمليه بيبقى حلو زي الفل، بس ما ينفعش اعمله بقشطه بس، لان القشطه هتاخد الفطيره معاكي كميه كبيره من القشطه وفي نفس الوقت برضو مش هتبان معاكي، فلازم تدخلي معاها شويه زيت يا اما حبه سمنه، والافضل لو هتعمليه بقشطه يبقى تعملي معاه حبه زيت. خلاص كده تمام. صليتي على رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا واثقه ومتاكده اني اول مره تسمعي المعلومات والنصايح دي مني وما سمعتهاش من حد قبل كده، علشان كده انا بستحلفك بالله تدعمي الفيديو وتشيريه على قد ما تقدري. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي مضمونه 100%. بعد ما لميت الفطيره بقى بالشكل ده، عايزه اقول لكم تتاكل نيه، التورقات بتاعتها اللهم صل على النبي. تعالي بقى للفطيره التانيه. لازم بعد ما تفرديها خالص كده، لان انا ما بفردش الفطيره من البدايه من النص، انا ببدا افرد من الاطراف، وبعد ما اخلص الاطراف كلها داير ببدا احط ايدي من طرف العجينه واعمل لها تهويه علشان تقب وتنتفخ معايا كده، وابدا احط ايدي بقى في النص
بترقي معايا اكتر وتعمل بالونه وتكبر اكتر، وتبقى الفطيره حجمها في الفرد بيزيد وممكن توصل معاكي كمان لحد الارض. عايزه اقولك الفطير ولا غلطه فيه، اللهم صل على النبي. تعالي بقى بعد ما بتخلصي الفطير فرد بسيبه في قلب الصاج قد ايه قبل ما ادخله الفرن يريح؟ بسيبه لمدة نص ساعة، وممكن ياخد معاكي كمان ساعة، وده برضو على حسب المادة الدهنية اللي انت عملتي بها الفطير. لو انت عملتي بزبدة اللي هي الصفرة او القشطة مش هتاخد معاكي تريح في قلب الصاج كتير. وبعد ما بتفرديها في قلب الصاج بتدهني وشها قشطة وبتدخليها معاكي الفرن، هتطلع معاكي اللهم صل على النبي درجة حرارة الفرن زي ما انتوا شايفين كده فوق المتوسط. وبدهن وشها قشطه بعد خروجها من الفرن مباشره. هتشوفي جمال في الفطير ما شفتهوش قبل كده، وطعم وريحه الله اكبر عليه. طيب في حد تاني هيقول لي هو التريح ده بيفرق في قلب الصاج كمان يا شيماء قبل ما تدخليها الفرن وبتفرق كمان في الماده الدهنيه؟ اقول لكم ايوه، لان لو عملتيها بسمنه وزيت النص بالنص وسبتيها في قلب الصاج تريح بتاخد معاكي وقت كبير، ولو لسه ما ريحتش وقسيتي عليها في الفرد الطبقه اللي على الوش دي بتقطع منك، ولما تيجي تدخليها الفرن وتيجي تخرجيها بتقشر معاكي. علشان كده بقولك سيبيها تريح في قلب الصاج وتاخد حقها وما تتعصبيش عليها علشان ما تعملش الطبقه اللي انت بتشوفيها ايه وقت خروجها من الفرن، وبالذات لما يكون عاملاها بماده دهنيه اللي هي سمنه على زيت. تعالي بقى بصي على جمال الفطير وهو خارج من الفرن كده، بسم الله ما شاء الله. بدام قبة معاكي كده تعرفي ان الفطيرة مورقة معاكي ورقة من ورقة. وعايزة اقولك عايزة تعملي فطير مشلتت يبقى تعملي بالسمنة البلدي، بيودي الفطير في حتة تسعة بسم الله ما شاء الله. عايزة اقولك جمال الفطير ايه، طراوة ايه وتوريق ايه ولون ايه، حاجة كده من الاخر. تعالي بقى اقولك على معلومة ونصيحة مهمة قوي. ما ينفعش ان انا احط الفطير ويكون درجة الحرارة هادية عليه وتاخد وقت كبير في قلب الفرن واقول الفطير ناشف ليه، بيطلع معايا مجلد ليه. كده هتخلي الفطير ينشف منك، ولو كمان خرجتيها وقعدت معاكي بس ساعة بعد خروجها من الفرن وتيجي تاكليها هتلاقيها مجلدة معاكي. علشان كده بقولك الفطيرة وقتها في الفرن 10 دقايق، ما بتقلش عن 10 دقايق ولا بتزيد عن 12 دقيقة علشان تطلع معاكي طرية زي الزبدة. استحالة تنشف او تجلد او تشدي معاكي في الاكل، واتحداكي عايزاكي تجربي وتقولي لي رأيك. اعملي شير للفيديو، الدل على الخير كفاعله، الله المستعان. اعملي شير واشوفك على خير.